الحاجة المسؤولة عن حماية كل بياناتك على الإنترنت هو حاجة اسمها SSL أو TLS اللي اخترعه مهندس مصري. في التسعينات الانترنت كان موجود عادي، بس اي حاجه بتتبعت لشخص لشخص كان بيتبعت بلين تكست، يعني الرساله اللي انت باعتها بتبقى زي ما هي، بعت كلمه محمود فالرساله دي بتوصل للشخص الثاني اسمها محمود زي ما هي. طبعا عشان تبعت الرساله زي ما هي بالظبط، فكده كل بياناتنا وكل حياتنا كلها مكشوفه على الانترنت. فهنا بقى جه مهندس مصري اسمه طاهر الجمل، هو اللي اخترع حاجه اسمها SSL Secure Circuit Layer. الراجل ده كان شغال في شركه امريكيه، الشركه دي ليها علاقه بالمتصفحات، فهو شاف ان كده يعتبر البلين تكست دي او ان انت تبعت الرسائل بشكلها التفصيلي كده، ده هيخلي الانترنت مش امان خالص ان حد يتعامل عليه. فمن هنا جات له فكره الاس اس ال ده ببساطه هو بروتوكول، قواعد او رولز ما بينك وما بين المتصفح. السيرفر اللي بيبقى عليه الموقع اللي انت بتدخل عليه زي مثلا www.google.com، والبراوزر اللي انت بتدخل منه على جوجل. البروتوكول دي او القواعد دي بسيطه خالص. اول حاجه منهم هي تشفير البيانات. انت لازم تكون البيانات بتاعتك ما بينك وما بين الموقع تكون متشفره ومحدش يقدر يشوفها، لان انت ممكن تحط بيانات البنك بتاعتك. تاني حاجه التحقق من الهويه او الاوثنتيكيشن. لازم تبقى عارف انت داخل على الموقع الرسمي حقيقي ولا موقع تاني، ممكن تبقى داخل مثلا على موقع شبيه للموقع بتاعك. ثالث حاجه هي الداتا انتجريتي او سلامه البيانات ما بينك وما بين الطرف التاني، وده بيخلي ان انت عندك ثقه اكبر في المتصفح او في السيرفر اللي قدامك. طيب الانكريبشن بقى او التشفير ده بيحصل ازاي؟ زي كانك بتتفق على لغه سريه كده بينك وبين حد تاني. اللغه دي مثلا بتقول له لو انا بعت لك، يعني كل حرف من الكلمه بيبقى معناه الحرف اللي بعده، يعني زي ما احنا شايفين مثلا الكلمه دي معناها هلو. ده اللي بيحصل في الانكريبشن، بس اصعب بشويه كتير عشان يعمل تشفير قوي جدا للبيانات بتاعتك. طبعا بيدخل فيه الجوريزمز ومعادلات رياضيه صعبه عشان يخلي فك التشفير ده بيبقى صعب جدا. الشركه اللي كان شغال فيها بقى المهندس المصري ده اطلقت بقى اول اصدار للتشفير ده وهو الاس اس ال في 1995 تقريبا. بعد كده اي حد على الانترنت يقدر يعمل عمليه دفع اونلاين، يقدر يعمل اي حاجه اونلاين والبيانات بتاعته تكون متشفره ومحدش يقدر ياخدها. طيب الاس اس ال بقى تفصيليا بيعمل التشفير ده ازاي؟ ده اللي هنقوله الريل الجاي. اتكلم عن المفاتيح السريه وازاي الاس اس ال بيشتغل خطوه بخطوه.